السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في قناة عيشي حياتي. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كده كذا يوم ما نزلتش فيديوهات علشان الظروف اللي كانت حاصلة. طبعا بنعزي اهالي الشهداء اللي ماتوا، البقاء لله. فرجعت النهارده بقى اعمل لكم كده روتين خفيف جدا. قبل ما ابدا بالفيديو يا بنات، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بالله عليكم تدعمونا بلايك، ولو الفيديو يستحق التشير شيروه لو سمحتم. دلوقتي هبدا معاكم روتين الصباحي زي ما انتم شايفين، الكلام ده بعد الفجر مباشره. كنت دايما بقولك ان انت لو المطبخ بتاعك نايم نظيف او مبيت نظيف، يعني بمعنى اصح، بتصحي خلاص انت مش شايله هم الدنيا. تعالي بقى انك نايمه كده والدنيا مش متظبطه، بتصحي متعفرته. تمام، الحمد لله المطبخ نظيف وفله. دخلت على طول اشوف ان انا هعمل ايه للولاد سندوتشات. كان عندي من قبلها بيوم صدور فراخ باقيه من الاكل. خدت صدور الفراخ المستويه عادي، كانت باقيه، حطيت عليها كده بصل وفلفل وطماطم، عملتها زي شاورما سريعه كده ليهم، ما خدتش مني بالظبط 3 دقايق على النار. تمام. وبعد كده عملت لهم سندوتشات، حمرت بطاطس طبعا عشان يبقى فيه نشويات مع بروتين ليهم. تمام. واحيانا ممكن اعمل لهم بيض وبطاطس، بيض وجبنه، حاجات من دي بنوع يعني ليهم في السندوتشات عشان ما يملوش. من الاخر على حسب المتوفر، ما بحسش ان انا مثلا بارهق نفسي او بجهد نفسي في موضوع السندوتشات، او ان انا يعني احمل نفسي فوق طاقتها ان انا اعمل لانش بوكس بقى ياخد ميزانية جامدة. هو اكل خلاص يكون مفيد، وبعد كده بيرجعوا في البيت برضو نعمل لهم اكل مفيد ان شاء الله يعني. تمام. طبعا كالعادة بعد الفطار خلاص مشوا كوبايات بقى بتاعة الشاي، المشروبات، النسكافيه، اللبن، كل ده غسلته مع الطاسات اللي كانت بتاعة التحمير والحاجات دي. كل ده غسلت المواعين وشطبت الحوض برضو، علشان لو رحت عملت اي شغلانة تانية تبقى الدنيا برضو رايقة عندي، ما يكونش تراكم عليا مواعين فطار على مواعين ده على مواعين ده، تبقى الدنيا عندي متكركبة، عشان لو دخلت اعمل الغدا ما احسش ان انا مكسله برضو وقت اعمال الغدا والدنيا معايا مش متظبطه. على طول كده اول باول افصلي، يعني كأن اللي عدى ده يوم وده يوم تاني، يعني واخده بالك؟ بس كله سهل لما يكون حاجه في حاجه كده بسيطه بتكون سهله. طبعا انا دلوقتي هوريكم حاجه يا بنات، كذا حد قال لي انتي ليه يا ام علياء بتحطي فوطه على الحوض او ايه فايدتها؟ قلت لكم يا حبايبي دي علشان تمتص الميه ما تقعش على الارض. اي نعم في وزره كده على الحوض برضو بتمنع وصول الميه على الارض، بس برضو علشان انا لما بلبسش مرياله المطبخ لاني مش بتأيدني شويه، فعلشان ما يتبلش بطني وانا واقفه ولا يجي ميه على الارض، فهي بتحجز الميه كل شويه بعصرها. تمام. دي سبب ان انا بحط فوطه على الحوض، وبحس انها بستخدمها برضو وبتنفع في حاجات كتير وانا واقفه في المنطقه دي. طبعا عملت ايه؟ قلت اعمل حاجه كده النهارده، دخلت على التلاجة بتاعتي فضيتها كلها، غسلتها، طلعت كل الاجزاء بتاعتها بره وغسلتها غسله محترمه، وبعدين جسمها من جسم التلاجة من جوه ببخاخه فيها خل على شويه فري، ولمعتها وزي كده نطفت بقت زي الفل. دلوقتي الكلام دوت بعد الظهر، مش بدري ابدا، دخلت اعمل الغدا. تمام. هعمل الغدا ايه النهارده يا بنات؟ هعمل صينيه بطاطس بالكفته، يعني سريعه جدا، سهله جدا، مغذيه، خفيفه على المعده، حلوه محببه للاولاد ياكلوها ما يزهقوش من اكلها، حلوه جميله جدا. جربوها بالطريقه دي، هتبقى الطريقه المعتمده ليكم بصراحه، بدل بقى الطماطم والتسبيك والتحمير والتشويح. الحاجات دي صراحه بحس انها ممله قوي في العمايل، وفي نفس الوقت ايه الفايده اللي بتعود عليك بعد كده؟ ما انا كده كده هحط نفس السمنه ونفس كل حاجه بس بطريقه صحيه. زي ما انتم شايفين قطعت البصل على البطاطس على الفلفل، مفيش طماطم خالص. تمام. على البهارات بتاعتك بقى اللي انت عايزاها، وبعد كده هدهن الصينيه بتاعتي سمنه، لو عندك زيت عادي، زيت عافيه، زيت خفيف برضو، حاجه تكون خفيفه. تمام. هدهن الصينيه كده من تحت بسمنه، وبعد كده البطاطس على الحاجات دي هقلبها بايديا كده زي الكمر كده يا بنات، تخليها كلها تاخد في بعضها. تمام. لو عندك وقت تركيني بقى الخليط ده كده في الصينيه مع نفسه شويه كده بياخد مع نفسه. لو ما عندكش وقت عادي عادي حطيها على البوتاجاز. وللعلم انا بسويه الموضوع ده على البوتاجاز من فوق، ما بسويهوش في الفرن ولا حاجه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هحط البطاطس بمنتهى السهوله، وفوقها الكفته اللي هي الطريقه معروفه للكفته كلنا عارفينها، بصل مبشور على فلفل اسود على ملح، وعملت اللحمه المفرومه كده في بعضها وصبعتها، وهحطها دلوقتي على وش البطاطس. لو انتي عندك شوربه ممكن تحطي كوبايه شوربه على البطاطس تستوي مع الكفته. لو ما عندكيش ممكن تحطي كوبايه ميه عادي، كوبايه واحده بس، كوبايه كبيره يا بنات، بتسوي الصينيه دي على نار هاديه على البوتاجاز من فوق، وتغطيها بغطا او ورق فويل.
دلوقتي يا بنات الكلام ده كان المغرب تقريبا. قلت اعمل ايه، طبعا برضو هو روتين الصباحي، بس انا كنت رايحه جايه على الكرومبه كده، فقلت ايه اعملها. عندي حله كبيره زي كده طبعا عشان بحط الكرومبه زي ما هي، تمام. فعملت حله كبيره، قلت ده طبعا تبع تفريزات رمضان يا بنات. طبعا الورق لما بتحطيه ما بسلقهوش سلقه كامله، يعني نص سلقه كده او حاجه. وبعد كده بقطعه زي ما احنا عارفين كلنا بنعمله، بنقطعه في ورق فويل او اكياس ونعمل طبخات، تمام. طبعا بتحطي في ميه السلقه الكمون والملح علشان الريح، وبعد كده لما بطلعه من الحله لازم اشطفه شطفه علشان اي روايح فيه ويتعين ويكون ريحته نظيفه، تمام. ده كده بالنسبه ليومي النهارده يا بنات. اتمنى ان